بين شطين ومية عشتكم مع عينيا. ورجعنا لكم تاني من رشيد النهاردة عند إمبراطورية الكلا للأسماك في سوق السمك الإبلي، ملك الأسماك الطازة البحرية والنيلية. أحلى سي فود طازة ومميز بتتبيلاته، لأن معاه شيفات متميزين ومش أي مكان بتاع سمك يوافق تدخل مطبخه فجأة كده وتصور. الجندفلي بالبهارات والخضار يتشوح مع حتة الزبدة، أحلى طعم. ميكس السي فود وفواكه البحر مع فلفل ألوان مع علبة لبن كامل الدسم، يقلب مع رشة بقدونس وينزل عليهم بالمكرونة، ودي مكرونة من أجود أنواع المكرونات. أما نوع الجمبري اللي أول مرة نشوفه والأول مرة هندوقه مع بعض اسمه جمبري الكوكونات، بيتعمل بجوز الهند، لونه ذهبي وبيكون كريسبي من بره وطري من جوه. ونزل الأكل بقى شوربة السي فود وجمبري الكوكونات ومكرونة السي فود والسبيت والكاليماري والجندفلي، وهنبدأ ندوق بقى ونشوف. اول حاجه نصر دخل عليها شوربه السي فود اللي مليانه بهاريز، طعم السي فود بجد طازه وتوابل بلدي. المكرونه السي فود نضيفه جدا وتحس ان هي خفيفه على القلب كده بصراحه. مؤمن بقى دخل على الجمبري الكوكونات، اول مره في حياتنا ندوق الطعم ده، وده صنف شرق اسيوي مش موجود حتى عندنا في اسكندريه. جمبري بجوز الهند طعمه جامد جدا. الجندفلي كان على الفرش اساسا صاحي وفريش مع توابلهم والخضار والصوصات في الطحينه، طعم تاني يا جندفلي يا جماعه، خطف قلبي. الصبيت والكاليماري يا ناري، مقرمش وبيدوب في البق دوبان وحاجة اخر جمدان. شوربة السفود يا شوربة السفود، انت بس ممكن تكتفي بالطبق ده وتفضل تحلف بيه طول حياتك. شوربة سيفود بالبهاريس كما قال الكتاب، نصر ياكلها ويرجع اسكندرية ماشي. وفي النهاية بنشكر الحاج خميس الكلا على استقباله وكرمه وضيافته لينا، وبنشكر جروبات رشيد المحترمين لان كل الريفيوهات اللي جاية بناء على ترشيحاتهم. وحقيقي تجربة روعة الروعة، بنتمنى أي حد يجي رشيد يروح عند الحاج خميس الكلا وهيعمل معاه أحلى واجب. ونشوفكم في تجربة جديدة من المطعم جاية.